استغرب متابع السوشيال ميديا مما بات يتفجر بين الفينة والأخرى عن أشخاص ألفوهم بمحتوى معين خاص بالنصح والرشد وتقديم طرق التعامل مع الأشخاص في الحياة اليومية والطرق الأنجع في تدبير المشاكل قبل خروجهم بستوريات عن حياتهم الخاصة والمشاكل التي يتخبطون فيها في وضعية متناقضة مع ما يظهروها في محتوياتهم التي عرفوا واشتهروا بها. وكان آخر مؤثر انفجر باكيا من الواقع المرير الذي يعيشه التيك توكر إيمان أخت ميس دعاء، والتي عهد عليها تقديم النصح للنساء في تعاملهن مع عائلة الزوج، وكيفية التخلص من سوء معاملة أم الزوج وإخوته للحفاظ على الأسرنتال الصغيرة. ويلقى المحتوى الذي تقدمه إيمانا تفاعلا كبيرا خاصة بين النساء الذين يتشاركنه بينهن ويعتبرونه مفيدا لإنجاح علاقتهم الأسرية بعيدا عن الخصمات والمشاكل العائلية. وما فاجأ المتابعين عن كيفية تقديم إيمان لنصائح وحديثها بتلك الطريقة المشجعة على المقاطعة مع عائلة الزوج، وهي غارقة في مشاكل لمدة 10 سنوات، وتعجز عن تدبيرها لتعلن طلاقها من الزوج بسبب الحماة التي ستسكن مع ابنه وبنفس لما نزل وتشترط عليه عدم وجوده شرطة إيمان شرطة فيه. وقبل إيمان خرجت منال الشرقاوي المعروفة بمنويلة التي سبق لها وشاركت في وقت سابق ببرنامج خاص بالعرائس، واشتهرت بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى متنوع بين مشروعها الخاص لبيع الملابس وحفلاتها التي تنظمها الخاصة بالعائلة وشراء للسكن وعقيقة الأبناء، وكذا في إطار الشهارات لافتتاح محلات وغيرها. فاصلة شرطة خرجت شرطة مناخل لخاصيتنا الاستوري بكي ينتي لمحل وجود مشاكل عائلية مع عائلتنا للزوج، وتستغرب من كيفية تدخل بعض الأشخاص في حياتها الخاصة محاولتها القيام ببعض الأمور بمنزلها والاعتماد على أكثر من مساعدة بالبيت لتخفيف العبء عنها وعن والدتها التي تساعدها، موضحة أنها ترغب في الحصول على الراحة الكافية وأن البعض لا يعجبهم الأمر ويتدخلون بطريقتهم لمنع الأمر، وهو ما يسبب لها مشاكل مع أسرتها الصغيرة. وذكرت واقعة إيمان المتابعين بواقعة الراقصة مايا، والتي لطالما نصحت النساء بعدم الثقة بالرجال وعدم القبول بأي كان وغيرها من الأمور التي انتهت بتعرضها لانهيار وخروجها باكية ومفصحة عن غدر الزوج، وأنها من كانت تعيلها وتنفق عليه، وأنه تعرضت للاستغلال من طرفه في نقيض مع ما نصح به متابعاته على السوشيال ميديا. ويتضح من خلال ما يتفجر كل يوم من وقائع أن ما ينشر على السوشيال ميديا مزيف ونقيض للحقيقة، وسرعان ما تنكشف حقيقته بسبب التراكمات والضغوطات اليومية واستحالة العيش بالتمثيل والسيناريوهات. ويتضح من خلال المشاكل لمكررة والأكثر حضورة في لعلاقتنا للزوجية أن العدوى بين للزوجة ولحماة مستمرة رغم تغير العقليات وللظروف، وأنها استظل قائمة بنسب متفاوتة رغم للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتغير الشكل لأسرتنا المغربية من الممتدة إلى لأسرتنا النووية.